هو مين اهلاوي عنده شك ان السكواد اللي موجود داخل النادي الاهلي هو اقوى سكواد حاليا؟ مين اهلاوي عنده شك ولو 1% السكواد اللي جوه النادي الاهلي يقدر ياخد كل البطولات وبكل سهوله بعد مشيئه ربنا سبحانه وتعالى؟ تقول لي يا عم احنا لسه مغلوبين من بيراميدز وماشيين المدرب والدنيا متكعبله والاداء مش احسن حاجه، اقول لك حصل. ما هو ده علشان الاهلي بينقصه حاجه. ايه اللي بينقص الاهلي بعد اللعيبه الكبيره ديت والنجوم الكتار دولت واللي متوفر لهم كل حاجه حرفيا علشان يعملوا اداء ونتيجه؟ السيستم والنظام والطريقه، الابتكار. ان يبقى عندك حد على الخط عنده الابتكار. يا جماعه هو الاهلي بيلعب 4 ليه؟ يعني مثلا مفيش مدرب قاعد على الدكه كده وهو قاعد بيفكر الاهلي بيلعب 4 ليه وانا عندي مشكله في الباك اليمين والباك الشمال؟ انا عندي غياب لرقم 6 مهم جدا كشف خط الظهر عندي الباك اليمين والباك الشمال كاشفين خط الظهر عندي، بستقبل اهداف كتير. محدش فكر ليه ان الاهلي لازم يلعب ب3. مشكله الاهلي سيستم وطريقه. حد يحط سيستم وطريقه واللعيبه تنفذ، وعندك اللعيبه اللي تنفذ. انا هقول لك الاقتراح اللي عندي وانت قول لي رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو ده مهم ويوصل لكل الناس. ولو مش متابعني تابعني عشان فايتك كتير من الكرة مع ابو علي. بينقص الاهلي السيستم والنظام داخل الملعب وبخارج الملعب مع الطريقه. عندك لعيبه حرفيا كل لعيب في مركزه يشيل فرقه حرفيا، كل الناس عارفه ده. طيب انا ازاي اقدر استغل اللعيبه دي كلها؟ ازاي اقدر العب اللعيبه دي كلها وما يبقاش عندي عته جوه الملعب؟ ايوه عته. اللي كانوا بيعملوه في الاهلي ده اسمه عته. ان انا علشان العب بن شرقي وتريزيجيه اغير مكان تريزيجيه واغير مكان زيزو علشان العب بن شرقي. لا حبيبي، انت مش مضطر تعمل كده. انت كل الفكره في انك تبتكر بس مش اكتر. انت المطلوب منك الابتكار. انت مدير فني ليه؟ مدير فني. كل اللي مطلوب منك الابتكار، واللعيبه عليها التنفيذ. بمعنى انا عندي مشكله في خط الظهر بس مش في المساكين. بص على فرقه الاهلي كده، هتلاقي فرقه الاهلي من غير باك يمين وباك شمال. الباك اليمين والباك الشمال كافلين ان هم يكشفوا خط الظهر كله، مع غياب اهم لعيب 6 في افريقيا في السنين اللي فاتت، مروان عطيه. انا عندي مشكله في الباك اليمين والباك الشمال. العب ب4 ليه؟ دوري انا كمدرب ان اوجد الحلول. انا عندي مشكله، وعلى فكره المشكله دي مش في الاهلي بس، المشكله في الكره المصريه وفي افريقيا عموما. في مشكله في الباك اليمين والباك الشمال. انا